المكرملة بتاعتي طعمها حكاية وبتدوب دوبان، خطيرة وسهلة جدا. واحفظي الطريقة معاكي، هتحتاجيها لرمضان وللمناسبات وللأعياد. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا جبت طاسة على النار وحطيت معايا نص كوباية من السكر وعليهم ربع كوباية من المية، واسيبهم بقى لحد ما يتكرملوا معايا واحس من الحوالين كده ان هي ادت معايا لون بني شويه. ساعتها بقى اقلب السكر، ما ينفعش تقلبي من قبل كده علشان السكر ما يتكتلش معاكي. اقلب بقى السكر بتاعي زي ما انتم شايفين كده لحد ما ياخد اللون البني اللي انا محتاجاه. هو ده اللون اللي انا بحبه للبسبوسه. شوفي اللون اللي انت بتحبيه واعمليه. انا هو اللون البني ده اللي انا بحبه للبسبوسه. بعد كده هحط معايا نص كوبايه من الحليب واقلب على نار هاديه. وهي الاول كده هتحس ان هي متكتله معاكي، وبعد كده هتفك معاكي خالص. اقعدي قلبي بقى فيها لحد ما فكت معايا خالص. حطيت بقى معايا معلقتين كبار من عسل النحل، وعليهم كمان نص كوبايه من السمنه البلدي. والحلويات الشرقيه معروفه بالسمنه البلدي، بتودي الطعم في حته تانية خالص. وممكن تعملي خليط ما بين السمنه البلدي والسمنه العاديه، بس يكون السمنه البلدي طعمها وريحتها نفاذه شويه. وبعد كده اقلب بقى كل ده لحد ما السمنه هتفك معايا خالص والخليط يتمزج في بعضه. احط بقى معايا معلقتين كبار من جوز الهند واقلب كل ده ببعضه كده واطفي عليه النار. بعد كده هجيب معايا بقى كوبايتين من سميد البسبوسه، انا جايباه من عند العطار السايب العادي خالص، وحطيت عليهم معلقه من الدقيق. معلقه الدقيق دي بتخلي البسبوسه بتاعتي مرمله وحكايه. طريقتي والله مضمونه 100%، مش هتبطلي تعمليها لو جربت الطريقه بتاعتي. وعليهم كمان نص معلقه صغيره من بيكنج باودر. واقلب كل ده وانزل بقى بعد كده بالخليط بتاعي بتاع السميد على الخليط اللي انا عاملاه بتاع السكر، واقلب كل ده ببعضه. البسبوسه ما بتتعجنش، يا دوبك بتتقلب لحد ما كله يخش ببعضه كده وتحس ان لون السميد اختفى تماما. هجيب بقى الصينيه بتاعتي وادهنها كده رشه محترمه من السمنه البلدي، واحط بقى معايا البسبوسه بتاعتي. ولو عندك اي مكسرات، انا كان عندي حبه بندق كسرتهم كده وحطيتهم. عندك سوداني حطي، ما عندكيش هي تحفه وطعمها خطير من غير اي حاجه. حطيت بقى معايا المكسرات بتاعتي وسويتها بقى معايا، بططتها معايا كده زي ما انتم شايفين علشان تمسك معايا. وبعد كده هشغل عليها الفرن بقى على درجه حراره متوسطه على الرف الأوسط، واشغل عليها من تحت لحد ما تاخد معايا اللون البني. وبعد كده اشغل عليها الشوايه. وعقبال بقى ما تتعمل معايا في الفرن اعمل بقى الشربات بتاعي، عباره عن كوبايه ونص من السكر وقصادها كوبايه ونص من الميه، واخلط كل دمت كده على البارد. وبعد كده اخدهم ارفعهم على النار يا دوبك تغلي غلوتين. انا مش عايزه السكر الشربات بتاعي يكون تقيل، البسبوسه الشربات بتاعها معروف بيكون خفيف. غلت معايا غلوتين كده، قفلت عليها النار وحطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي، بتودي الطعم في حته تانية. التركايه دي والله يا بنات لازم الشربات يكون سخن والبسبوسه معايا تكون سخن. البسبوسه طلعت اهيت والشربات سخن، سقيت بقى البسبوسه بالشربات بتاعي. يا خراشي، شايفين تعرفوا ان هي ناجحه من كده؟ شايفين بتتشرب معايا الشربات بتاعي وجميله جدا والله، حرفيا ريحتها قلب البيت، ريحتها خطيره وجميله جدا ومرمله وخطيره. شايفين جمالها؟ بتدوب دوبان، جميله جدا. شايفين مرمله وحلوه جدا وجميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد.